الصلاة التي هي أعظم العبادات، الله عز وجل يقول للصلاة هدفين، للصلاة هدفان. الهدف الأول أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والهدف الثاني أنها تذكرنا بالله، ذكر الله الذي في الصلاة. لكن أي الهدفين أعظم؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أي أكبر ما في الصلاة أنك تذكر الله عز وجل فيها. المؤمن دائم الذكر، أول ما يستيقظ من نومه يقول الحمد لله، أول كلمة يقولها الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعم، يوجد شيء سهل وبسيط، كلمات معدودة تقولها وينتهي الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. جاء في الحديث: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. اللهم اجعل لمن نشر هذا المقطع من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. إخوتي، في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لأن نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، انشروه أمانة في أعناقكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. فرصة. ما هو هذا الدعاء؟ تنام أولا بعدين تستيقظ، يعني إذا نعست فاستيقظت قبل الفجر، إذا استيقظت بعد أذان الفجر ضاع عليك. طيب، ما هو هذا الدعاء؟ دعاء بسيط جدا، تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تدعو فتقول: اللهم اغفر لي، أو أي دعاء استجاب الله دعائك. فإن توضأت وصليت قبل الفجر قبلت صلاتك. أيها الإخوة والأخوات، إنك إذا تأملت في ذلك وجدت أن الذكر ليست فائدته فقط أنه يجمع لك حسنات عند رب الأرض والسماوات، كلا، بل الأمر أعظم من ذلك. وجدت أن هذا الذكر يجعل لك قوة في بدنك. نعم، قوة في بدنك. ألا ترى أن الله عز وجل لما أمر المؤمنين بالقتال ماذا قال سبحانه وتعالى موجها لهم إلى طريقة تجعلهم أقوياء وفيهم شجاعة في القتال؟ قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، يعني في القتال، فاثبتوا. طيب، ما الذي يعين على الثبات؟ قوة سيوف أم كثرة الدروع أم وجود الخيل؟ لا، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فجعل الفلاح مقيدا بالإكثار من ذكر الله عز وجل.